بقول لك ايه، كل ما تمشي اكتر في رحله الوعي هتحس بمشاعر جديده عمرك ما حسيتها قبل كده. في اخر سنه في حياتي بس ممكن اكون عشت مشاعر عميقه ومتنوعه اكتر من اللي اختبرتها في حياتي كلها. فخلونا بس في الاول نتفق ان المشاعر هي اغلى عمله في الحياه وكلنا بندور عليها. ولو نفسك تحقق اي حاجه فانت في الحقيقه نفسك تحس بمشاعر معينه من خلال تحقيقها. يعني عايز تسافر، عايز ترتبط، عايز تجيب عربيه جديده، لبس جديد، تاكل اكله حلوه. في النهايه انت بتدور على مشاعر معينه هي اللي بتدي معنى وقيمه لتجاربك. والمشاعر الموجوده اللي ممكن تتحس في الحياه اكبر واكتر بكتير من اي حاجه عقلك ممكن يتصورها. لكن بسبب محدوديه التجارب والتفكير في ناس كتير جدا ممكن تقضي حياتها كلها في 3 أو 4 مشاعر ما تخرجش عنهم وما تعرفش اساسا ان في حاجه تانية موجوده. وده لان المشاعر صعبه تتوصف لحد ما جربهاش، بس ممكن تشاور عليها او تجربها، بس مش هتعرف تعيشها غير لو انت فعلا مريت بيها وحسيتها جوه جسمك بشكل حقيقي. فروحك اساسا جايه هنا في العالم اللي كل حاجه فيه بتتغير، ده لان روحك حابه التغيير، حابه ان هي تتوسع وتتذوق مشاعر وتجارب والوان كتيره وجديده. لكن المشكله ان الايجو بتاعك علشان دوره يحافظ على بقائك بيخاف من اي تجارب ومشاعر جديده، وبيحاول بس يخليك في نفس الدايره اللي انت فيها. يعني يقول لك بص هتجرب ليه جديد؟ يعني نفس النمط ونفس الوظيفه ونفس الاماكن ونفس الافكار، وده مطلوب بالنسبه علشان تحس بالاستقرار. بس لو ما اتعلمتش يا صديقي انك تروض الايجو بتاعك وتتحرر من قبضته وسبته يسيطر على حياتك، هتعيش حياه محدوده مليانه خوف وتعب، وهتفضل تتجنب اي حاجه جديده ومجهوله لان هي بالنسبه ليك مؤلمه ومخيفه، مع انها ممكن تكون الجنه اللي انت بتدور عليها. فببساطه اتعلم انك تفتح قلبك للمجهول والتجارب والمشاعر الجديده، وتعلم انك تروض عقلك وتتحرر من خوفك. فما تنساش انك تتابعني علشان تسمع حاجات كتير جدا عن التوعيه والامان النفسي والموده النفسيه وازاي تتحرر من الخوف اللي عندك. فما تنساش انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو لو عجبك. سلام.